السلام عليكم مشاهدينا. هذه أهم عناوين أخبار اليوم. بشكل صادم، الجزائر تؤكد دعمها لهجمات البوليساريو ضد المدن المغربية. تقرير يكشف عن كارثة كبيرة للجامعات المغربية. والآن إلى التفاصيل. لكن قبل ذلك نحب أن نسمع من مشتركين رائعين. لا تترددوا في مشاركة تعليقاتكم وآرائكم حول هذا الموضوع في التعليقات أسفل الفيديو. سنقوم بالرد على أسئلتكم وتقديركم يعني لنا الكثير. أفادت وسائل أعلام في الجزائر بأن نذير العربوي الذي تم تعيينه كوزير أول حديثا من قبل عبد المجيد تبون استقبل يوم الاثنين الماضي حوم سلمة المعروف برئيس المجلس الوطني الصحراوي في جبهة البوليساريو والانفصالية. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن اللقاء شهد استعراضا لآخر التطورات في القضية الصحراوية ورؤيتها المستقبلية، إضافة إلى التركيز على الجهود التي ينبغي تكثيفها لجمع الدعم الدولي والتضامن مع الشعب الصحراوي في مقاومته ضد الاحتلال المغربي وضمان حقهم في تقرير مصيرهم الذي يكفله القانون الدولي. ووفقا للمراقبين والخبراء في العلاقات الدولية، فإن التسارع في استقبال المسؤول الجزائري لقيادي في تنظيم اعترف مؤخرا بشكل رسمي باستهداف المغرب بقذائف، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين في الصحراء المغربية، هو أمر يمثل تأكيدا على عزم الجزائر على تعزيز سياسة العداء تجاه المغرب وإظهار دعمها المتواصل للجمهورية الصحراوية المزعومة بعدما كانت تنكر صلتها بها لعقود، مع ضمان استمرار النزاع المصطنع. وفي هذا السياق، وصف الحسين جنون الذي يشغل منصب محام في رئاسة المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية، وصف تحرك العربوي بأنه أمر مثير للسخرية، حيث أشار إلى توجيه انتباهه في الأيام الأولى لتوليه منصب رئيس الوزراء إلى قضية خارجية، وعبر عن رأيه بأنه كان ينبغي للعربوي التركيز على المسائل الحقيقية التي تهم الشعب الجزائري والتي تتعلق بالتنمية والبناء ورفع المستوى الحضاري والاجتماعي للمواطنين، معتبرا هذا التصرف بأنه مثال على التحرك ضد توجهات العمل الحقيقية. جنون أضاف أن هذا السلوك يظهر أن هناك قلة قليلة فقط من الحكماء في الجزائر الذين يدركون أن استمرار هذا الصراع يضر بالمنطقة المغربية وبالشعب الجزائري قبل كل شيء، هذا في وقت تسير المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس في مسار التطور والنمو من مدينة طنجة إلى الكويرة بشكل عام وفي الأقاليم الجنوبية بشكل خاص، وهذا يأتي بجانب الدعم الواسع الذي حصل عليه على المستوى الدولي والأممي لمقترحه المتعلق بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وفي السياق المتصل، قال عباس الوردي أستاذ القانون العام، قال أن الجزائر تسعى من خلال هذه التصريحات إلى إقناع المجتمع الدولي بأنها تدافع وفق ادعائها عن حقوق الأقليات، ولكن الواقع يظهر أنها تحتجز أفرادنا في مخيمات تندوف وتمنعهم من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى التعرض المستمر للاضطهاد والانتهاكات الجسيمة التي تمارس ضدهم، وقد رصدت هذه الانتهاكات من قبل منظمات دولية بارزة بما في ذلك الأمم المتحدة. الوردي أوضح أن هذه الخطوات التي يقوم بها النظام الجزائري تفتقد إلى أي قيمة، خاصة في ظل نجاح الدبلوماسية المغربية في إقناع مجموعة من الدول التي كانت تميل نحو دعم الجزائر في قضية تقرير المصير. لم تستطع الجامعة المغربية مجددا تحقيق مكانة متقدمة على مستوى الجامعات العربية، حيث لم تدرج حتى ضمن قائمة 30 الأولى وفقا لبيانات جديدة من تايمر هاير إدوكيشن. ففي تصنيف الجامعات العربية لعام 2023 جاءت جامعة محمد الخامس بالرباط في المرتبة 43، وهذا يعني بشكل آلي أنها تحتل المرتبة الأولى داخل المغرب. ويبدو أن هناك فجوة في جودة التعليم العالي والبحث العلمي بين المشرق والمغرب، حيث توزعت الجامعات العشر الأولى بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مع وجود جامعة قطرية واحدة. ووفقا لنفس التصنيف، حازت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية السعودية على المرتبة الأولى.
أما مغاربيا فحلت جامعة تونسية في المرتبة 25 متقدمة على جامعة محمد الخامس وعلى جامعة القاضي عياض التي حلت ضمن الجامعات في المرتبة بين 61 و70، بينما لم ترد جامعة جزائرية في التصنيف إلا بعدما تجاوز ترتيبها 90، إذ حلت في المرتبة بين 91 و100 بعد جامعتي ابن زهر بأكادير وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في الترتيب نفسه. كما حلت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاتس في المرتبة بين 71 و80. وفي هذا السياق أعرب عبد اللطيف كيداي عميد كلية علوم التربية بالرباط أعرب عن استغرابه من عدم وجود الجامعات المغربية في العشر الأوائل على المستوى العربي، وأكد أن جامعة محمد الخامس وجامعات أخرى فعليا حصلت على تصنيف في القائمة، ورغم أنها تحتل المرتبة الأولى داخل المغرب فإن الوصول إلى العشر الأوائل يتطلب استثمارات كبيرة في مجالات البحث العلمي والأكاديمي وتوفير الموارد المالية. وأورد أن البلدان في المشرق خاصة السعودية والإمارات وقطر تخصص ميزانيات ضخمة لتعزيز البحث العلمي داخل جامعاتها، مما يساعد على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية. كيداي أشار إلى أن معظم الجامعات الخليجية المصنفة تعتمد على أساتذة من جنسيات مختلفة، مما يعكس استثمارها الكبير في مجال البحث العلمي من خلال جلب كفاءات أكاديمية وخبرات علمية دولية ذات خبرة واسعة في المجال، وبالتالي لديها قدرة أكبر على نشر الأبحاث العلمية في المجلات المرموقة. وأكد في الوقت نفسه أن هناك وعي متزايد بالتصنيفات الدولية بين المسؤولين في المغرب مؤخرا، وهناك رغبة قوية في تعزيز تنافسية الجامعات المغربية ورفع مستوى التحصيل العلمي. وأضاف عميد الكلية ذاته أن المرتبة 43 تبقى مع ذلك لا بأس بها، لكن لكي تصل إلى مراتب متقدمة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فهذا ما زالت تعتريه مجموعة من التحديات المرتبطة أساسا بالاعتماد على اللغة الفرنسية عوض الإنجليزية، والتي تعد لغة عالمية، وبجودة الباحثين. أضف إلى ذلك أن الاستثمار في الجامعات العمومية المغربية ما زال لم يرق اليوم إلى المستويات المطلوبة، بحيث ما زالت ميزانية البحث العلمي جد متدنية، في حين أن البلدان التي صنفت جامعاتها تخصص نسبة مهمة من الناتج الداخلي الإجمالي للبحث العلمي والتحصيل الأكاديمي. وسجل عميد كلية علوم التربية بالرباط أن الطريق صار يعبد تدريجيا في المغرب مع البرامج الجديدة التي شرعت فيها الوزارة لإصلاح نظام الدكتوراه، فهذا النظام الجديد من شأنه أن يمدنا بأعداد مهمة من الباحثين المغاربة ذوي الكفاءات العالية، بالنظر إلى اشتراط إتقان اللغة الإنجليزية للتسجيل في سلك الدكتوراه وكتابة مقالين علميين في المجالات المفارسة والمشاركة في الحركية الدولية وغيرها من المعايير الجديدة.